خدمة جميلة كمان ما كنت أعرف عنها، تطبيق مقصد. مين يعرف تطبيق مقصد؟ التطبيق ده ياخدك لأي مكان في الحرم تبغاه. تمام ولا كويس؟ 100 تمام. فتضغط ابدأ، تقدر تبحث عن أماكن محددة، وكمان يديك. فمثلا عندك خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، لو تبغى تعرف فين منطقة الصم والبكم، منطقة توزيع العربات، كله هذا يطلع لك. تبغى بوابة معينة. ثانيا في كذا لغة. فناخذ مثال دحين، مثلا نروح على باب الملك فهد رقم 79. ميزته مو لازم تكون شابك على الانترنت، فهو بالجي بي اس شغال وزي جوجل مابس بالضبط. تضغط دقيقتين لباب الملك فهد. فلتسهيل تجربة الزائر، ما يضيع وقته في أي شيء غير اللي هو جاي علشانه. وصلنا للباب هنا، باب الملك فهد 79. فأيضا خدمة مرة مهمة. النظام الصوتي، النظام الصوتي. انت بتتكلم على واحد من اكبر الانظمه الصوتيه في العالم. عاملين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله نسبه الخطا 0%. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كيف؟ 4 أنظمة صوتية، واحدة شغالة، لو واحدة خربت الثانية تشتغل فوراً أوتوماتيكياً. علشان ليش؟ علشان لا ينقطع الصوت أبداً وقت الإمام لما يقرأ ولا المؤذن لما يقيم الصلاة. هذا ليش؟ علشان أيضاً المصلين يركزوا ويخشعوا وما يتأثر خشوعهم. والإمام والصوت الجميل، مهما كان الإمام صوته جميل، إذا صوته مشوش أو تقطع المصلين حيتشوشوا. ف6000 سماعة موجودة في كل مكان، 4 أنظمة صوتية، و50 موظف شغلتهم فقط إدارة النظام الصوتي في الحرم.